وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا أمر كبير، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فينبغي على الإنسان أن يغض بصره وأن يراعي قلبه. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء أن مؤذنا ظل يؤذن في مسجد 40 سنة، ثم إنه رقي سطح المسجد أو منارته فتطلع فرأى فتاة نصرانية فأعجبته ووقعت ملاحتها في قلبه فعشقها، فما زال يراودها حتى راودته عن دينه، فتخلى عن دينه ودخل في دين الكفر. ثم إنه أراد أن يصل إليها بعد، فرقي السور فوقع على أم رأسه، فلا الفاحشة أصاب ولا على الدين أبقى، وأذهب الدين والدنيا بسبب نظرة فاجرة. فالنظرة سهم من سهام إبليس، فعلى الإنسان أن يحفظ بصره وألا يتطلع إلى العورات ولا إلى المحرمات. وقد ابتلي المسلمون في هذا العصر بأمور عظيمة وفتن جليلة لم تكن قط في تاريخ الإسلام المجيد، حتى إن بعض الثقات قد حدث وهو يعمل معلما في إحدى المدارس الابتدائية أنه كان يوما بين تلامذته فجاءه أحدهم يشكو إليه زميلا له، قال إن فلانا قد هاتفني بالأمس وقال يا فلان أسرع فأدر مفتاح التلفاز على قناة كذا سترى امرأة بلا سروال، يعني عارية. فلما سمع زميله ذلك ألقى التهمة عليه، وأخذ هذا يلقي التهمة على هذا وهم جميعا دون البلوغ. فكل هذا يحدث في بيوت المسلمين، كل هذا يحدث للشبيبة المسلمة، كل هذا تدمر به الأخلاق ويذهب به الحياء ويمحق به الدين، ويتمكن به الأعداء من رقاب المسلمين ومن أرضهم ومن أموالهم، لأن جيلا رخوا لا يستطيع أن يحافظ على العرض، لأن جيلا فاشلا يعكف على الفواحش صباح مساء لا يمكن أن يحافظ على المقدسات فضلا عن أن يسترد السليب منها. فأمر الله رب العالمين بحياطة القلب وبابه البصر، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعلاجين وقائيين إذا ما أخذ الإنسان بهما حصل المناعة. فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فهذا علاج وقائي. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وهذا علاج آخر. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يسلم به للشاب شبابه، وما يحفظ به الشاب على نفسه دينه، لأن الشاب الذي يسلم له شبابه مبشر بالخير، وأما الذي يتلوث بالفواحش وبالزنا فكبر عليه 4 إلا أن يشاء ربي شيئا وهو الرحيم الغفور الودود. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف لشباب الأمة هذين الأمرين الوقائيين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الخلوة بالنساء، فقال إياكم والخلوة بالنساء. فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ فقال الحمو الموت، وهم أقارب الزوج.
ممن ليس بمحرم للمرأة كابنه من غيرها أو كأبيه أو كأب أبيه وإن علا، فهؤلاء من محارمها. ولكن إن لم يكونوا كذلك فهم الموت الناقع، لا نقول هم السم الناقع، وإنما هم الموت الناقع. فينبغي على الإنسان أن يكون محافظا على عرضه، ألا يكون ديوثا، فإن الديوث قضى الله ألا يدخل الجنة، فإن الجنة لا يدخلها ديوث ولا قتات، لا يدخلها من علم العيب في أهله فسكت عليه، ولا يدخلها من كان نماما قتاتا يقطع الأواصر بين المسلمين ويمضي بإشعال النار بينهم من أجل أن تشتعل نيران العداوة بين المسلمين المتصافين المتحابين المتوادين. فهذان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخلان الجنة. بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر الوقائي: إياكم والدخول على النساء، إياكم والخلوة بالنساء. قال يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، أخو الزوج أو عمه أو أقرباؤه الذين يأتي الرجل إلى بيته فيجد الانبساط حاصلا والإكرام مبذولا لأولئك من امرأته وهي على حالة لا تكاد تستر من جسدها إلا القليل ولا يبالي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت. فهذه كلها مما يمكن أن يقع في هذه الأيام.